سلام البنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بألف خير. رمضان لكم مبارك لكم جميعا. اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على لاكام السي ام الغنيه عن التعريف واللي دايره ضجه هاد الايام، وبزاف منكم عرفت كيتسائلوا على تجارب البنات الاخرين واش فعلا عندها نتيجه كيف ما كيقولوا او لا فقط غير هضره. بالنسبه لتجربتي الشخصيه البنات، انا كنصحكم 100% انكم تاخذوها. راه كريم لاكام رائعه بزاف، يعني ماشي غير هضره. انا استعملتها بعد الولاده ونقصت لي الكلف، ودابا تقريبا شهر ونص انا كنستعملها، يعني كاينه نتيجه ملحوظه. وبزاف البنات هما غادي يلقاو نفس النتيجه، لكن ضروري انكم تستعملوها بالطريقه اللي خصكم تستعملوها بها باش تعطيكم النتيجه اللي المرغوب فيها يعني. بالنسبه لهاد لاكام البنات، فيها لا سي ام دي بي وايت ديال الليل، وفيها لا سي ام كريم سولار اس بي اف 50 بلس. بالنسبه للا سي ام دي بي وايت، هذا الكريم مخصص للبنات اللي عندهم مشكل ديال الاثار ديال الحبوب، عندهم مشكل ديال الكلف، وعندهم مشكل ديال التصبغات، خصوصا البنات اللي كتكون البشره ديالهم بيضاء كتاثر دغيا، خصوصا في هذا الصيف هذا. بالنسبه لهذا الكريم هو كيفتح كيوحد لينا اللون ديال البشره، وكذلك كيحيد لينا داك الشحوب اللي في البشره، لانه فيه الفيتامين سي وحمض الفواكه. وهاد التركيبه هذه معروفه كتوحد اللون ديال البشره وكتنقي البشره ديالتنا. بالنسبه لهذا الكريم كذلك كيقضي على الكلف بجميع الانواع ديالو، يعني داك الكلف القديم او الكلف اللي باقي يلاه جديد. لكن البنات خصكم تنتظروا المده الكافيه باش يعطيكم النتيجه، يعني ماشي تستعملوه نهار او لا يومين وتقولوا صافي راه ما عطاناش نتيجه. راه على الاقل مده ديال شهرين حتى ل6 اشهر باش يعطيكم النتيجه المرغوب فيها، لحقاش الكلف ماشي اي كريم كيحيدو دغيا، راه ما يمكنش الا الليزر. الكلف كيبغي عنايه وكيبغي الصبر باش يتحيد لينا. بالنسبه انا تقريبا 15 يوم بدات تبان لي نتيجه، يعني ماشي تحيد كامل ولكن بدا كيبهات شويه بشويه، كيبدا يبهات اللون ديالو، كيبدا يبهات وكتلاحظوا البشره ديالكم كتبدا تقشر، انه هادو اللي كيحيدوا التصبغات ضروري كيقشروا البشره. يعني كتصبروا كما قلت لكم في الاول، ومن بعد راه كتعطيكم النتيجه اللي نتوما بغيتوها. هذا بالنسبه للكريم اس ام دي بي وايت ديال الليل. طريقه الاستعمال ديالو البنات ممنوع، واخا كيقول لكم لا ماشي مشكل كديروا فوق من ليكرون سولير وما كيوقع والو، انا كنقول لكم اي كريم كيحيد التصبغات ممنوع انكم ديروه في الفتره ديال النهار. كديروه فقط في الفتره المسائيه، ومن الافضل ملي كتسالي الشغل ديالك، يعني ما كتكونيش حدا الفران وهاد السخونيه ديال الفران ديال الكوزينه، كتسالي الشغل ديالك كتغسلي البشره ديالك، الفيزاج ديالك بالجيل المخصص للبشره ديالك، وكتطبقي هذا الكريم هذا يعني الصباح قبل ما كتكون الاشعه ديال الشمس. كتستعملي لي كرون سولير ديالك. الا ما كنتيش غادي تاخدي هذا الاس سي ام يعني ديالو، كتستعملي لي كرون اللي انت كترتاحي فيه. كنعرفوا كل وحده كترتاح في كرون معين، يعني كتستعمليه من الاحسن باش يعطيك واحد النتيجه زوينه. ماشي كديريه بالنهار يعني وكيعطيك نتيجه سلبيه، كيعكس لك النتيجه ويقدر يزيد على دوك البقع السوداء ديالك. يعني نصيحه كديريه فقط في الفتره المسائيه، والصباح كتغسلي وجهك وكتطبقي لي كرون سولير ديالك من الاحسن. بالنسبه للكريم الثاني البنات، واسمحوا لي على المونتاج، المهم راه باين لكم في لا فيديو الكريم الثاني اللي هو الاس سي ام اس بي اف 50 بلس، ماشي هذا دابا اللي هضرت عليه. اس سي ام اس بي اف 50 بلس البنات هو اكرون سولير صراحه احسن كريم، يعني مبيض وكينقي الوجه وكيوحد ليا اللون ديال البشره. واهم حاجه هو التركيبه ديالو كريميه، يعني كيمتصها الجلد، ما كيخليش واحد الطبقه فوق البشره ديالنا. كما كنعرفوا كاينين بعض الواقي الشمسي كديك تحسي بوجهك مزيت وواحد الطبقه على وجهك، لا هذا زوين، التركيبه ديالو كريميه وكتدخل الجلد البنات. واهم حاجه كما قلت لكم هو مبيض وكينقي الوجه. اصلا جميع لي اس سي ام كنعرفوا انهم كيحتويو على مبيضات كيبيضوا لنا البشره. بالنسبه لهاد لي كرون سولير البنات، ما كتستعمل قبل ب 30 دقيقه من الخروج، ومن بعد كتستعمل كل ساعتين، يعني كل ساعتين كتجدد باش تعطينا واحد النتيجه زوينه. كتحمل
حاميين البشره من الاشعه ديال الشمس القاصحه، خصوصا في الفتره ديال الصيف. وكيصلح الناس اللي عندهم بشره المتضرره جد متضرره وجد الحساسه، يعني كتحمر لهم من بعد ما كيتعرضوا لاشعه الشمس. اولا كاينين بعض الناس بحالي اين فوا كيديروا اي كريم كتحمر كتوهج البشره ديالهم. فهاد الكريم هذا راه كيصلح لكم 100% البنات. كنصحكم انكم تستعملوا. كما قلت لكم كيفتح اللون ديال البشره مع الاستعمال الدائم. وكذلك هو خفيف سائل كيعطي واحد النضاره للبشره، وهو كذلك مقاوم للماء البنات والضوء والاشعه، وما فيهش العطور ودوك المواد اللي كتكون ضاره مثل البارابين. صراحه هاد لي كرون سولير كنصحكم انكم تستعملوه. وكيصلح لجميع انواع البشره، يعني الدهنيه والجافه والحساسه جدا كما قلت لكم قبيله، والبشره الهشه والمتضرره. وكذلك هو ما كيغلقش المسام، يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره دهنيه ما كيغلقش المسام نهائيا. يعني ما تخافوش من المشكل، ما غاديش يدير لكم الحبوب. كتكون البشره الدهنيه كما كنعرفوا كتكون معرضه للحبوب بزاف، هذا غادي ما تخافوش منه نهائيا. هذا بالنسبه لي كرون سولير البنات. صراحه هاد لاغام راه متكامله، كنصحكم انكم تاخذوها. بالنسبه للثمن ديالها انا خديتها ب 270 درهم في لابارا فارماسي. بالحق كانت في بروموسيون، كتباع لاغام كامله. ملي سولت قالوا لي دي بي وايت الليلي كان كيدير بوحدو واقيلا 30 درهم 300 درهم عفوا 300 درهم بوحدو، يعني بلا لي كرون سولير. لكن في دايرين لو بروموسيون كتاخدي لاغام كلها 270 درهم. وهذا الثمن البنات راه ماشي فيكس، كل صيدليه اولا كل باغا فارماسي راه كنعرفوا ان كاين اللي كيكون الثمن طالع وكاين اللي غتلقاه الثمن هابط. انا خديته في الباغا فارماسي ب 270 درهم. كما هذا هو الفيديو ديالنا البنات على لاغام السي ام. نتمنى البنات اللي جربوها يعاودوا يقولوا لنا في لي كومونتير البنات، خليوا لنا ميساج واش فعلا وافقتكم بحال كما وافقتني انا، او لا عطاتكم نتيجه عكسيه، باش البنات يستافدوا اكثر. لحقاش واخا كتجرب الحاجه يقدر يجربها واحد اخر وما كتعطيش نفس النتيجه. لكن البنات نصيحه، اي حاجه بغيتو تستعملوها وتعطيكم نتيجه كتستعملوها بالطريقه الصحيحه. كما قلت لكم هذا الكريم ديال الليل كتستعملوه بالليل، ما ممنوع الشعر، يعني ما تعكزوش عليه، كيتغسل في الشعر. وبالنسبه للكريم ديال النهار راه كديروه ضروري باش حتى لو واخا غسلتو يعني البشره ديالكم كيزيد يحمي لكم البشره ديالكم. وماشي ديروا عاوتاني كريم ديال الليل تبقاو تستعملوه باش تحيدوا البقع وتخرجوا في النهار في الشمس ما ديروش كريم سولير وتكونوا عندكم بقع، يعني بحال ما درتو حتى حاجه. داكشي كتصبروا شويه واحد المده كيف ما قلت لكم حتى كيرجع البشره ديالكم والوجه ديالكم كيف ما ان شاء الله كان في الاول. لكن غير ما تفوتوا 6 شهور ديال الاستعمال البنات، راه مكتوب فيه 6 شهور فقط وكتحبسي العلاج. ولي كرون سولير راه كديريه دائما كل ساعتين الا كنتي خارجه، وعلى الاقل مره في النهار الا كنتي في الدار. هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يتمنى لنا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكما قلت لكم خليوا لي التعليق ديالكم اللي استعملت هاد لاغام هذه تعطينا الراي ديالها، وان شاء الله كلكم غتكونوا بالنسبه لنا تستعملوهم.